مشاهدينا اي تي شو مع احمد يوسف. ايه حكايه الجيل والعبقريات، تفكير خارج الصندوق، المبادرين، الناس اللي عامله نشاطات مختلفه بعيد الثوره العربيه، مش في مصر بس، في كل الدول العربيه. ما احنا كلنا بنكمل بعض، مشاريع عديده ومتنوعه وشباب بجد يفرح. الثوره ليست فقط ثوره في الشارع، لكن ثمت ثوره على الانترنت، ثمت ثورة في الدماغ العربي. ما هو الدماغ العربي والمصري الجديد؟ هذه الحلقة تدور حول هذا الموضوع. عرب نت أحد الفعاليات المهمة في الأشهر الأخيرة، يمكن بقى لها سنة ونص، بدأت في لبنان لأكثر من مرة، ولأول مرة تنطلق خارج لبنان جاءت إلى مصر في شهر ديسمبر 2010، والمرة الثانية التي تأتي إلى هنا في مصر سوف تكون يوم الأربعاء المقبل والخميس المقبل 19 و20 أكتوبر. عمر كريستيدس الرئيس والمؤسس لعرب نت التي تجمع كل صانعي الإنترنت، كل الناس اللي مشتركة في صناعة الإنترنت والموبايل كمان من الوطن العربي ومن مصر، هيكونوا في القرية الذكية يوم الأربعاء والخميس. والآن حصريا عمر كريستيدس معنا لنتحاور معه في نقاش مفتوح على طريقة اي تي شو. هو عامل المسابقة دي ليه؟ مين الأفكار الجديدة التي سوف تطرح، أو ما هي الأفكار عفوا الجديدة التي سوف تطرح في الفعاليات؟ وإيه الدماغ الجديدة؟ وإيه كواليس الشباب اللي بيفكر في تطبيقات للموبايل؟ وازاي الشباب ممكن يشترك في المسابقة؟ وايه حكاية لبنان مع الحدوتة؟ بعد تكنولوجي وتكنو علمي وعروبي جدا هيكون في هذه الفقرة عرب نت مشاهير. من بعدها هيكون معنا الخبير أحمد حبيب، واللي هنتحدث معه في موضوع مهم جدا وشائك جدا وربما لم يطرح في الفضائيات في الفترة الأخيرة. الإعلام، ما هو دوره في إدارة الأزمات؟ سؤال مهم جدا. هل ثمت تكنولوجيا في الإدارة وأفكار واستراتيجيات في علوم الإدارة تساعد على أن الإعلام ينهض بدلا من أن يهاجم من قبل الجماهير؟ الجماهير مش عاجبها الإعلام لأن الإعلام إلى الآن لم يجيد التعامل مع الأزمات والثورات العربية. فاصل ونبدأ هذه الحلقة مشاهدينا. فوانيس يأستني. جبت البضاعة؟ ايوه يوب، وريني اللي عندك. بص الفزورة دي بقى مضمونة 100%. ايوه، ومحدش يعرف عنها أي حاجة. خلاص، ما وريني بقى، وريني بقى، وريني. من خلود الأرز إلى شمس الصحراء طيار بالصوت والصورة، سلك طريقه إلى الفضاء، كان للعلم نورا، شع في كل الأرجاء. مش بطالة، مش بطالة، سولت. الله، جميل جميل، مش بطالة. تعالى سولت، تعالى يا حبيبي. أيوه أيوه أيوه، أنت عاوز إيه؟ البضاعة بتاعتي. بضاعة. أنت كان قصدك ده؟ منها حبيبي. انت عاوز ده بوتشي؟ بوتشي، تعالى يا حبيبي. بوتشي، بوتشي، تعالى يا نوني، تعالى يا نوني. فزورتك. والإنترنت يثبت إن هو له الكلمة العليا في هذا القرن 21 كله. بنهنيكوا على البرنامج دهوت. البرنامج ده من البرامج القليلة جدا اللي الواحد شاف فيها نوع من أنواع الابتكار ومحاولات للتواصل مع الجيل الجديد. طبعا كان ليا الشرف ان انا اكون موجود معاكم في الاي تي شو وفي قناه النيل الثقافيه اللي اضافت لي حاجات كتيره قوي، اولها في اختراعي اللي ظهر لطريق النور. هذا البرنامج دائما وابدا بيبرينج النيو تكنولوجي، النيو انوفيشن، ويحطها في ايدين الشباب، وده اللي بيخلق جيل
التكنولوجي الجديد في مصر. يبدو ان عالم الاتصالات وعالم الآلات وعالم الانترنت والمعلوماتية يثبت ان له الحق في الكلمة العليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعد المجالات كما تشاء يا صديقي العزيز. حتى في امريكا ابتدت الناس تشتكي ويبتدوا يعني يدعوا بعض الى غلق بروفايلاتهم على الفيسبوك احتجاجا على ما يفعله الفيسبوك. البرنامج ده انا بحبه جدا، وحقيقي برنامج فيه انوفيشن عاليه جدا، بيوضح الابتكارات الموجوده في العالم، في عالم الانفورميشن والكمبيوتر والتكنولوجي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أنا سعيد عندما يكون ضيفي هو ضيف مبادر وعربي وناجح ويحاول أن يثور أو أن يجمع المشتغلين والمهمومين بصناعة الإنترنت، لأنه باختصار بيكون بيفكر في الجيل اللي مش لاقي حد يعبر عنه. لا توجد وسائل إعلامية كافية تعبر عن الجيل، ربما يخاطب الجيل نفسه عبر وسائل النيو ميديا، لكن من يتفاعل مع الجيل؟ ما هو الجيل بيعمل إنجازات، لكن حتى تحدث نهضة وحتى تحدث إضاءة على هذا الجيل لابد من المجايلة، لابد أن الجيل الأكبر يتواصل مع الجيل الأصغر والأصغر يتواصل مع الأكبر ونكلم بعض ونشعر ببعض. صحيح في أساتذة، لكن قد يتفوق التلميذ على الأستاذ. فقرة ممتعة وهتكون مفيدة ليك عزيزي المشاهد لو حابب ان انت تستثمر في مجال صناعة الانترنت، تعرف ما هي الوسائل، ما هي ايضا المصادر المفتوحة ليك او الاماكن اللي انت ممكن تثبت فيها وتعبر فيها عن نفسك. عمر كريستيدس هو ضيفي في هذه الفقرة، وهو مؤسس ورئيس عرب نت التي سوف تعقد كما ذكرت يومي الأربعاء والخميس المقبلين هنا في القرية الذكية في مصر. أهلا بك يا عمر. اهلا وسهلا. أول لقاء في اي تي شو، منورنا ومنور كل جمهور اي تي شو. شكرا لاستضافتنا. عمر كريستيدس قصة غريبة مخلوطة كده. هوت انت اساسا مش دارس هندسة او علوم حاسب آلي او برمجيات، مظبوط؟ مظبوط. ايه حدوتك؟ من هو عمر كريستيدس يعني؟ عمر كريستيدس انا ربيت ببيروت، بس اهلي من عدة جنسيات، اهلي سورية ويونانية وفلسطينية واهلنا يعني مشتتين بكل انحاء العالم العربي، فانا ربيت ببيت يعني بفكر بالعروبة اكثر مما يفكر ببلد واحد. ودرست بامريكا، عملت الجامعه تبعي والماجستير تبعي اثنيناتهم بامريكا. درست اول شيء علوم سياسيه، وبعدين درست بزنس ادمنستريشن، ورجعت للعالم العربي من سنتين. انا بهوى وبعشق شيء اسمه الانترنت، فطول عمري كنت حابب انه اشتغل بهذا المجال، بس ما صح لي مجال انا. فلما رجعت من سنتين فكرت انه كيف بقدر ادخل على هذا القطاع. وامي هي رياديه بنفسها، هي اسست شركه بتنظم مؤتمرات ومعارض، فوقتها رجعت من امريكا قررنا انه نشتغل سوا ونأسس مؤتمر يجمع بين كل العالم اللي بيشتغلوا بقطاع الانترنت والموبايل بالعالم العربي. وهيك خلقت عرب نت. وفكره العرب نت او هدف عرب نت تنميه قطاع الانترنت والموبايل بالعالم العربي، وخاصه ما عم نحكي نحن عن البنيه التحتيه، عم نحكي عن المحتوى، عن الخدمات، عن التطبيقات على الموبايل، ونساعد نحن الشباب اللي عندهم افكار جديده او مشاريع ناشئه انه يكبروا هالمشاريع تبعهم، يتعرفوا على عالم يقدروا يساعدون يا باستثمار يا بدعم معنوي، بيعرفون على عالم يقدروا يساعدون بكل المجالات. يعني افكار متنوعه في عالم صناعه الانترنت. حبيت اعرف في البدايه ان خلفيتك اساسا مش تكنولوجيه، لكن انت عاشق ومتيم كما العشاق في عالم صناعه الانترنت، وهذا هو سر نجاح اي شخص في اي مهنه واي عمل. حدثنا عن حكايه عشقك لهذا العالم. هو بلش بال 2006 يمكن. تعرف اول شركه عشقتها هي كانت جوجل، وهدف جوجل اللي هن انه ينظموا كل المعلومات العالم ويخلون يكونوا موجودين ومتاحه هذه كل المعلومات لكل العالم. فيها ديمقراطيه هيدي الفكره، صح؟ انه تكون المعلومات موجوده لكل العالم اللي حابين يستخدموها يتعرفوا عليها. ديمقراطيه المعلومات بيسموها. ديمقراطيه المعلومات، مزبوط. فهيدا الشيء عشقته من اول.
حتى اذا بتشوف ويكيبيديا، نحن من 10 سنين من 15 سنه كنا عايشين بعالم الشخص الوحيد اللي بيقدر يكون عنده المعلومات بده يكون بيقدر يشتري انسايكلوبيديا بريتانيكا 20 كتاب، كل واحد حقه $1000 $20,000. مين بيقدر يشتري هيك كتاب؟ موسوعه، واحد بده يكون عنده موسوعه من الكتب اللي كثير غاليه. نحن اليوم اي شخص عنده وصله على الانترنت بيقدر يتعرف على كل المعلومات الموجوده على الانترنت، اللي هي كل المعلومات الموجوده على الكره الارضيه. يعني اي شيء موضوع بتحب تعرف عنه بتقدر بتلاقيه على ويكيبيديا. فمن هون بلش العشق لهذا الموضوع. فلما رجعت على العالم العربي لقيت انه في عالم كثير عم تشتغل بهالموضوع بهالحقل، بس مشتتين وما عم يتحدثوا مع بعض. يعني في عالم عم يشتغلوا بمصر بيعرفوا مثلا الكوميونتي تبع مصر، بس ما بيعرفوا كثير الكوميونتي تبع الاردن او تبع سوريا او تبع الامارات. فنحن قررنا انه ليه ما نعمل مؤتمر يجمع بين كل هالعالم، يجيبوا لمكان واحد يقدروا يتحدثوا عن التطورات اللي عم بتصير بهيدا المجال، ويقدروا يعملوا علاقات عامه، يعملوا علاقات ما بين بعض تدعم الشركات اللي عم يشتغلوا فيها. غير هيك اكتشفنا انه في كمان نقص، الشباب اللي عندهم افكار جديده ومشاريع ناشئه ما بيعرفوا المستثمرين ولا المستثمرين بيعرفوا هالشباب. فقلنا نحن نعمل طريقه انه نوصلهم اثنيناتهم على بعض. فعملنا نحن مسابقتين، واحده اسمها الايدياثون، ماراثون الافكار، اللي بيطلع على الشباب انه يعرضوا افكارهم بدقيقتين على المسرح. وطلعنا بفكره الستارت اب ديمو، اللي هي عرض المشاريع الناشئه اللي هن عالم عندهم شركه بس عمرها اقل من سنتين، كمان بيطلعوا لهم يعرضوا المشاريع تبعهم على المسرح. ومن خلال هيدا العرض بنعرفهم على مستثمرين، بنعرفهم على كبار رجال الاعمال من كل المنطقه العربيه. طيب يعني انت الخبرات التي لديكم هي ان ازاي الشباب يبقى عنده فكره، لا يكتفي بالفكره عفوا، ولكن يحول هذه الفكره الى شركه. مظبوط. عشان يبقى في مال، ورأس المال هنا يعني يحرك المسألة. يعني هي مش بس بدها مال، بدها مواهب تقنية، بدها واحد إرشاد، واحد يعرف إنه أنا لازم أشتغل مع هيدا الشخص، أو أنا لازم الخطوات اللي لازم أمشي فيها لأبني الشركة تبعي كيف. يعني في عندك كتير مثلا عالم عندهم مواهب تقنية بس مش كتير متخصصين بالبزنس، ما بيعرف كيف يحكي مع زبون او يعمل بزنس بلان، خطة عمل تبعه، او كيف حتى ينظم الشغل. في عندك عالم هن عندهم البزنس باك جراوند، بيعرفوا كيف ينظموا الشغل، بيعرفوا يطلعوا بافكار ويبيعوها للزباين، بس ما عندهم هالجانب التقني مثلا. فنحن بنحاول كمان انه نجمع الشباب بين بعض، نعرفهم على بعض، العالم التقنيين، العالم اللي مخصصين بالبزنس، والعالم اللي بيقدروا يساعدوهم كمان، يدعمون باي شكل من الاشكال. انت احتكيت بصناع الانترنت الشباب المبادرين في الوطن العربي والعاصمة العربية. في رأيك ما هي الفروقات بين صناعة الانترنت او المبادرين في لبنان والسعودية ومصر ودبي؟ قول لي الفروق هنا هو في التوجه. انا بقول لك مثلا انه بالامارات هن عادة اللي بيكون عم مبادر على الانترنت بالامارات بيكون عمره اكبر، بيكون شاغل بالحقل لمدة طويلة، عنده خبرة، عم بيستثمر ماله هو شخصيا. اذا اطلعنا على مصر عادة بيكون هو اصغر، يمكن شاب بالجامعة او متخرج، عنده مشروع تخرج تبعه عم بيحب يشتغل فيه، بعده لسه مبلش عمله. يعني هيدول مثلا فروقات بسيطة. في تركيز على اللغة، مثلا الاشياء المشاريع اللي عم تطلع من امارات مركزة اكثر على اللغة الانجليزية، لانه هن عندهم عدة من جايين عالم من عدة بلدان، عشان عندهم في الشارع الاماراتي في اكثر من 200 جنسية. مظبوط. تمام. المصري بيكون مثلا مركز على اللغة العربية. حتى اذا بتشوف الرائد المصري، لانه السوق المصري كبير، السوق المصري فيه اكثر من 23 مليون مستخدم انترنت، واكثر من 8 مليون شخص عم يستخدموا الانترنت بالموبايل. دي الاحصائيه كمان قبل الثوره. هيدي مظبوط، هيدي الاحصائيه قبل الثوره، لا بعد الثوره بشوي، بشهر فبراير. هيدي اعتقد ان هي دلوقتي يعني في نهايه العشرينات على الاقل. مظبوط. ف يعني هيدا السوق واعد. فامرار بتشوف انه المبادر المصري بيركز على سوق مصر اكثر، فنحن بنحب نشجعه انه شوف السوق كسوق اقليمي. انت سوقك مش بس 70 مليون او 80 مليون شخص بمصر، هو سوقك 300 مليون شخص بيحكوا عربي، او شوف سوقك هو العالم كله، مش بس بلد واحد. فهدول من الفروقات. بس انت بتشوف انه نحن طلعنا بجوله
طلعنا بجوله عرب نت بعد اول مؤتمر عملناه، طلعنا من بلد لبلد بس بالباص، وبكل بلد وقفنا وعملنا ورشات عمل لدعم المبادرين ونساعدهم انه ياسسوا شركات جديده. فلما تعرفنا على كل هالجنسيات وكل هالمبادرين شفنا انه الاشياء بتجمعهم كثير، الشغف لحقل التكنولوجيا والمعلومات، المواهب التقنيه، يعني حاسين حالهم انه هن عندهم القوه انه يبلشوا شيء جديد، وهيدا الشيء عم يكتر حتى بمصر. حتى بتحسوا بعد الثوره كثير من الشباب حاسين انه هيدا الوقت وقتهم، هيدا هو الوقت لهم هن يبلشوا مشروع، يبلشوا شركه، يفتحوا مجال جديد، يفتحوا طريق جديد لهم. طيب ده جميل جدا. انت كلمتني عن اللغه، ان المصريين بيركزوا على اللغه العربيه، الاماراتيين على اللغه الانجليزيه. قول لي في لبنان انتوا بصفاتكم الفرنكفونيه هناك تركيز على المشاريع بالفرنسيه؟ لا بس صراحه بلبنان التركيز اكثر على الفرنسيه والانجليزيه، يعني نحن عندنا اثنين بس ما بتشوف كثير مشاريع عم تطلع باللغه العربيه. طيب في هذا الصدد هل ثمة شبكات اجتماعيه بالفرنسيه احنا ما بنسمعش عنها؟ احنا عموما ثقافتنا في الوطن العربي عربيه انجليزيه، لكن هل توجد شبكات اجتماعيه فرنسا مثلا شخصيا لديها شبكه اجتماعيه بالفرنسيه؟ صراحة ما بعرف عن فرنسا، بدي اقول لك عن مثلا اسبانيا. اسبانيا عندهم شبكة اجتماعية اسمها 20 اللي هي من اهم الشبكات، واللي اشتريتها تليفونيكا السنة الماضية يمكن ب 80 مليون يورو. فهيدي شبكة كثير، يعني انا بشوف انه الشبكات الاجتماعية واحد يأسس شبكة اجتماعية لدولة بس صعب، لانه العالم كله مرتبط ببعضه، وفيسبوك صار عملاق. أكثر من 800 مليون شخص اليوم بيستخدموا فيسبوك، 800 مليون، عم نحكي عن رقم هائل. يعني صعب الواحد يعمل شبكة اجتماعية لبلد واحد صغير حتى لو ل 300 مليون. يعني ألا ترى أن الوطن العربي بحاجة إلى فيسبوك عربي، شبكة اجتماعية عربية؟ لا بالعكس، أنا بشوف إنه أصلا الفيسبوك فيك تستخدمه بالعربي، وفيك كثير أشياء بالعربي، والعالم عم يبنوا عليه تطبيقات بالعربي. بس الفيسبوك زيطة، يعني لو استخدمنا باللغة الشعبية العربية، لو عاوزين ال 300 مليون دول أو 350 مليون عربي، على الأقل نقول في منهم 100 مليون مثلا على الإنترنت أو 80 مليون على الإنترنت. 80 مليون، في 80 مليون على الإنترنت، عاوزين نجمعهم في سوق واحدة عربية حتى يبقى عندنا قاعدة بيانات هم مين، بيعملوا ايه، نقدر ان احنا نعرف الرأي العام العربي، نقدر ان احنا نتفاعل معاهم. مش كده افضل ولا ايه؟ هي صعبة، يمكن افضل، ما بعرف افضل ولا ايه ولا لا. هلا عندك انت في مواقع كبيرة بالعالم العربي الى زوار من كل الدول العالم العربي، مثلا كورة، عالم حوا، في هدول المواقع بتقدر مثلا تاخذ رأي العالم العربي منهم. بس انه تبني شبكه اجتماعيه جديده لهيدا الهدف، بفتكر انه ما حتلاقي النجاح صراحه. انه انا بقول لك ركز على شيئين، مثلا ركز على تطبيقات الموبايل او اشياء اللي خاصه بالمحتوى باللغه العربيه. هيدا شيء في فرص كبيره بالمحتوى باللغه العربيه. مثلا فكر عن المواقع اللي عن السيارات، هل في مواقع منيحه عن السيارات، او المواقع عن الاكل، عن الطبخ، عن كل الانواع الاهتمامات. اذا بتشوف الانترنت باللغه الانجليزيه في اي شيء فيك تلاقيه على الانترنت، باللغه العربيه لسه بتلاقي صعب انه تلاقي الاشياء اللي عم تدور عليها بالعربي. طيب احنا عرضنا منذ قليل مشاهدينا فوازير عرب نت، وهي محاولة أولى في الوطن العربي لأن تتحول التكنولوجيا من حالة الجمود، حالة الأسلاك، إلى عالم الفوازير اللي احنا بنحبها. هنشوفها تاني دلوقتي مع بعض، بس عاوز أسأل عمر كريستيدس ايه حكاية فوازير عرب نت دي؟ فوازير عرب نت نحن حبينا انه نعمل شيء برمضان نشجع الوطن العربي انه يتطلع على العراق العربيه. فقررنا انه نعمل فوازير بس بطريقه اعلام جديد، نيو ميديا. صح؟ العالم هلا بيستعملوا الانترنت، ما عم يحضروا التلفزيون، عم يستخدموا الانترنت. فلما واحد يستخدم الانترنت بحب يشوف شيء قصير، بحب يشوف شيء خفيف، شيء بيضحك، شيء مهضوم. فقررنا نعمل هيك شيء. فهي عباره عن 10 حلقات، كل حلقه فيها حزوره او فزوره، والحزوره هي اللي كل حزوره عن عبقري عربي. والفكره انه نحن بدنا نوعي الشباب العربي عن القائدين بالعالم العربي. في عندنا نحن كثير عالم لازم نشوفه كقدوه بكل المجالات، بالفلسفه، بالعلوم، فنحن حبينا نعرفهم على هذا الشيء، على عملتوا كم حلقه؟
عملنا 10 حلقات. كتجربه كده يعني. مظبوط، كتجربة. بالونه اختبار زي ما بيقولوا. مظبوط. وحبينا نعمل شيء جديد على الانترنت، فطلعوا معنا الفوازير. خلينا نشوفها مع بعض تاني كده اهوت عشان نضحك ونركز اكتر بعد ما عرفنا مقتطفات عن عرب نت. سلك طريقه إلى الفضاء كان للعلم نورا شع في كل الأرجاء. مش بطالة مش بطالة سول مش بطالة. تعالى سول تعالى حبيبي. ايه تعالى بجد انت كان قصدك عارفها انت طبعا. حبيبي انت عاوز ده بوتشي؟ تعالى يا حبيبي بوتشي. تعالى يا نون. فزورتك. وكأن عمر كريستيدس هو مارك زوكربيرج هنا في الوطن العربي. يمكن في تشابه في الشكل. لكن عمر قول لي انتوا عاملين جوائز للفوازير دي ولا لا؟ نحن كنا عاملين جوائز. الجائزة عبارة عن ايه؟ جوائز كانت لكل حلقة $400. الحلقة دي $400. طب انا ممكن اقول لك الإجابة هنا بس هاخد $400؟ لا خلصت الحزورة. طبعا هو هنا اتكلم على الدكتور فاروق الباز. مظبوط. العالم المصري الكبير. لذيذ قوي ان احنا نلعب ونمرح مع العلم والتكنولوجي ويبقى في نسيج حياتنا، خصوصا في اضطرابات دلوقتي بعد الثورات في الوطن العربي، والثقافة العلمية يحتاجها الشارع العربي، والفكر النقدي ايضا يحتاجه عشان موضوع الشائعات اللي بتروج وتتحرك من هنا وهناك. انت رايك ايه في الثورة المصرية مثلا بمناسبة انك في مصر؟ انا رأيي ان الثورة المصرية فتحت مجالات كبيرة للشباب. انا بصراحة ما بحب كثير احكي سياسة. ده انت دارس سياسة يا راجل. انا بدرس فلسفة السياسة بس ما بحب كثير في مواضيع سياسية. بس انا ده عمر بيقول كده وكده بس هو بيحب السياسة. لا انا يعني بشوفها اكثر كانه فتحت مجال فرص لكل الشباب. انه هلا في كثير اشياء مصر ناقصها كثير اشياء، تتطلب كثير اشياء. شوف الزحمة، يعني انه نحن عندنا بيروت نحن بنسميها عجقة. عندنا بيروت زحمه كتير، عجقة تصير. بس صراحه انتم عندكم شيء يعني سبيسيال. اصل عمر جاي النهارده من القريه الذكيه، انتوا عارفين اكتوبر بيبقى يعني ازحم مكان في مصر، بقى ازحم من وسط البلد دلوقتي. معاك حق. ففي كتير مثلا عالم هلا عم بيدوروا على حل، يلاقوا حل لهيدا الموضوع من خلال التطبيقات على الهواتف الذكيه. بيقول لك مثلا عندهم تطبيق جديد بيقول لك وين في زحمه باي طريق، هيدا الطريق سالك، هيدا الطريق زحمه. فنحن هيدي في فرص كبيره موجوده للشباب اللي يقدروا يفكروا مش بس كيف يطلعوا مصاري، بس كيف يكون لهم دور مهم بالمجتمع، يدعموا المجتمع من خلال التطبيقات والشركات الجديده اللي عم بيأسسوها. بالمناسبة أنا عاوزك كمان تكلمني على لبنان. يعني أنا عارف إن في مبرمجين شاطرين في لبنان بياخدوا مراكز أولى في مسابقات زي الACM مثلا اللي بتعقد، اللي هي المسابقة الخاصة بالبرمجيات. اشرح لنا أكتر عن المبادرين وأهل التكنولوجيا في لبنان حبيبتنا. أنا بحس إنه إذا بدنا نطلع مثلا، أنا بقول إنه يمكن إذا قارنا القاهرة وبيروت المواهب التقنية والمهندسين البارعين، يمكن مصر عندها أكثر. نحن من عندنا ميولنا باتجاه الكرياتيفيتي، الفنون، الديزاين، هالاشياء اكثر. فبالعكس نحن عندنا شخص مبرمج مصري بالشركه عندنا، مع انه نحن الشركه تبعنا ببيروت موظفين شخص مصري، لانه نحن كنا عم ندور على مبرمجين ولقينا انه في كثير مواهب بمصر. يعني بهالموضوع انا رايي انه في لازم نشوف انه وين مواهب المصريين بهذا القطاع. ولبنان ما كلمتنيش برضو عن العلوم والتكنولوجيا في لبنان. العلوم والتكنولوجيا بلبنان بتشوف انه اكثر مركزين مثلا على الاشياء اللي خاصه بالرفاهيه، المواقع اللي خاصه بالمطاعم او بالسهر او هيك مواضيع، او بالاعلام، لانه نحن عندنا الاعلام كثير قوي بلبنان، فعندك كثير مواقع عم تطلع خاصه بالاعلام. يعني كل بلد له التركيز تبعه. انت كيف تنظر الى النيو ميديا وانت مركز على هذا القطاع ايضا؟ انت عاوز تركز على النيو ميديا لان دي احد المحاور اللي انت مهتم بيها.
شو رايي بالنيو ميديا بوين او شو؟ النيو ميديا عاوز تفكر فيها زي الفتره المقبله، يعني انت في عرب نت شفنا لك حدث كبير بتجمع فيه اهل المبادره، نيو ميديا ممكن تقتحمها ازاي؟ اللي بيعرف يقول لك شو مستقبل النيو ميديا هو حيكون مليونير. يعني صراحه هلا الحرب بين فيسبوك وبين تويتر ومين حيعرف يعمل النيو ميديا بتاع المستقبل. يعني هلا اذا تطلع على الفيسبوك بتشوف انه كل ماله بيصير بيشبه تويتر اكثر. هلا النيو نيوز فيد بتاع الفيسبوك صار كثير بيشبه التويتر. فنحن بنستخدم تويتر بالمؤتمر، نحن تويتر بنستخدمه كوسيله انه نخلي الناس اللي قاعدين بالقاعه وبرات القاعه يعبروا عن رايهم عن اللي عم بيصير عندنا بالمؤتمر. بنحط على الشاشه الكبيره التويتر فيد، ونحن بنعمل بث مباشر على الانترنت بكل فعاليات المؤتمر. اي شخص بيقدر يلحق الجلسات تبع المؤتمر ويعبر عن رايه. وكثير امرار المحاضرين تبع المؤتمر بياخذوا اسئله من التويتر، بيجاوبوا على اشياء عم تنقال على تويتر. فالتويتر نحن بيلعب عندنا دور رئيسي بالمؤتمر. مش بس تويتر، نحن الفيسبوك وكل السوشيال نتوركس عندنا بيلعبوا دور رئيسي بكل تنظيم المؤتمر حتى. يعني نحن بنشتغل كثير مع مثلا عندنا شيء اسمه سفراء عرب نت. سفراء عرب نت هن شباب مهتمين بالاشياء اللي بنعملها، مهتمين بالقطاع، حابين يدعموا الشباب غيرهم كمان انه ينجحوا بهذا القطاع. ف بيتبرعوا معنا انه هن يساعدونا بكل الاشياء اللي بنشتغلها. بيساعدونا انه ننشر الخبر عن المؤتمر لكل العالم. اصحابنا في اكثر من 100 شاب وشابه بمصر معنا كسفراء عرب نت. طالما انت مهتم بالاونلاين، ليه تقيم حدث عرب نت على الارض ايضا؟ لماذا لم تكتفي انك تعمل الحدث فيرتشوال موجود وكل الناس في العالم كله في الوطن العربي تدخل عليك اونلاين بدلا من تكاليف الانتقال والسفر وكده؟ اكيد ليك هدف هنا. شوف، في شغلتين. الاشياء اللي بتقدر تشوف، نحن عارفين انه لازم يكون هيدا الشيء له وجود على الانترنت، مشان هيك نحن بنعمل كل البث المباشر على جميل، دي خلصنا منها. هيدي خلصنا منها. في شغله بتصير ليه موجود على الارض بقى؟ الموجود على الارض اول شيء في شيء مختلف عن العلاقات الشخصيه. لما واحد بيتعرف على شخص ثاني بيتعرف عليه بانه وجها لوجه، وجه لوجه، بيقدر يقرا علامات وجهه، بيقدر يعني التعرف هيك مثل ما نحن اجتمعنا هلا قبل بساعه وتحدثنا وتعرفنا على بعض، بيتغير علاقتنا، تتغير. فهيدا شغله كثير، هيدي شغله كثير مهمه. الشغله الثانيه انه الصدفه كثير مهمه. الصدف، يعني انت خيب عم تحضر المؤتمر بس مش عارف على مين حتتعرف. انت بس عم تحضر المؤتمر لتتعرف على المحاضرين، انت عم تحضر المؤتمر لتتعرف عن كل العالم اللي جايين من كل انحاء العالم العربي اللي هن مدراء الشركات الكبيره بقطاع الانترنت. فما بتعرف على مين تتعرف، ما بتعرف مين الشخص اللي بيقدر يعرفك على شخص ثاني يساعدك بالمجال اللي عم تشتغل فيه. فهيدي الشيء الصدفه كثير مهمه. الصدفه كمان مهمه. الصدفه انا حلوه دي. ايه، يعني كمان المقابلات بتعمل صدف، فالصدفه والمقابله وجها لوجه والحراره دي اجمل يعني انا الاشياء اللي خلتك بتعرف على شخص هو يعني يمكن انا ما عندي علاقه، انا علاقه اعمال معه، بس لما يعرف اكثر عني بيطلع صديقه بيشتغل بمجال مشابه، بيعرفني على صديقه، بنصير نحن نشتغل سوا. وبرضه طبعا لما اهل الانترنت بينزلوا على الارض بيعملوا ثوره، فده جميل يعني زي ما حصل في مصر. يعني مهم برضه ان اهل الانترنت ينزلوا في الشارع، ما يكونوش فقط موجودين على الانترنت. انا معك. وانا بهيدا الموضوع رايي انه لازم الشباب مش بس ينزلوا على الشارع، لازم يكونوا موجودين بالمكتب يعني بالمكاتب، يتعلموا ويدرسوا ويشتغلوا ويبنوا، لانه بعد الثوره شو؟ بناء. صح؟ صحيح. لازم نحن هلا نفكر كيف بدنا ندعم الاقتصاد الوطني، لازم نفكر كيف بدنا ندعم الاقتصاد المعرفي، لازم نعرف كيف بدنا نحل المشاكل بالبلد. وهدول الاشياء ما بتنحل لا بتويتس، وحتى برايي انا مش بالمظاهرات. يعني صح. انا صحيح. بلاقي انه الواحد لازم يشتغل، ياسس، يفتح شركه، يعمل يزيد السلع، الخدمات الموجوده للعالم، يزيد المصاري اللي عم تمشي بهالسوق. هدول الاشياء كثير مهمه. هي دي دماغ اهل التكنولوجيا. عمر كريستيدس، ما هي اجمل الافكار التي سوف نراها في مؤتمر القاهره 2011 عرب نت؟
هيدا جواب ما بقدر جاوبك عليه، بدك تحضر المؤتمر. لا لا، انا اكيد احنا حاضرين المؤتمر، لكن الجمهور اي تي شو اكيد حابب ان احنا لا حيكون معنا جمهور اي تي شو ان شاء الله بالمؤتمر. ادينا طيب كده يعني كذا فكره، مش بلاش نحرقهم كلهم، كذا فكره. خلاص طب بنقول لك عن فكره اسمها اقرا لي. اقرا لي عن مظبوط عن ال ده عشان النيل الثقافيه. كل الكونتنت المحتوى المقروء المسموع، يعني المقالات الانترنت يعني بتقدر بدل ما تقراها انت بتقدر تسمعها اوديو. في عندنا شركه اسمها كلاود سنتر مثلا. كلاود سنتر اعاده تفكير كيف بتصير الكول سنترز، بدل ما يكونوا مثلا ببنايه وحده كل العالم موجودين محل واحد، يكونوا العالم مشتتين كل واحد ببيته، وبيقدر هو يكون عميل بكول سنتر بس ما خصه بشركه كبيره. فيعني هدول من الافكار. وبتعرف نحن في عندنا شركات داعمه انه يعني في عدد من المشاركين ما بيقدروا يشاركوا اذا ما في دعم من الشركات تساعدهم. فنحن عندنا راعين المؤتمر بيساعدونا نحن انه نقدر نعمل الحدث بمصر، وبيساعدوا حتى المبادرين انه يحضروا المؤتمر. فانا يعني بحب وجه الشكر للينك اونلاين وفودافون وانتل. مش عاوزين نقول اسماء شركات بس عشان ما يبقاش على الهواء اعلان، بس احنا بنشكر كل الناس اللي ساعدتكم، على راسهم وزاره الاتصالات المصريه. لا مظبوط، وزاره الاتصالات والاي تي اي طبعا اللي هن مختلفين معهد التكنولوجيا والتيك اللي هو مركز الابداع التكنولوجي والمعلومات، ويعني كل الشركات المساهمه معنا. طيب انا عارف ان انتوا يعني الحضور بيبقوا يتكلفوا سفر ومش عارف ايه ودخول وكذا، بالنسبه للشباب والشباب اللي من الاقاليم، هل هناك فرص ان الشباب الطلبه العاديين يقدروا يحضروا المؤتمر؟ هل هناك بعض المنح او بعض الفرص؟ ما هيدا اللي كنت عم اقول لك اياه. كوكاكولا وفودافون مش عاوزين اسماء. ما هن كلهم هدول الاشخاص هن اللي بداعمين الشباب يحضروا المؤتمر. طيب بغض النظر كل واحد منهم عاطي 20 سكولرشيب ليحضروا الشباب المؤتمر. طب يعني في اي تي شو هنا نقدر نقول هل تمت منح مقدمه نقدر نقول للجمهور اللي حابب يحضر يعني يقدم عليها ازاي من هنا لحد يوم الاربعاء؟ لحد يوم الاربعاء صعب، لحد بكره. لحد بكره اليوم شو؟ يوم الاحد. النهارده يوم الاحد لحد يوم الثلاثاء. لحد يوم الثلاثاء. يدخل فين؟ يروح على الموقع www.arabnet.me، ومن هونيك يمكن بيقدر ياخذ معلومات اكثر عن المؤتمر، ويقدر طيب. يعني يسجل هو للمؤتمر، وفي طريقه انه يقدر ياخذ منها. في طريقه اي ايكون قول لنا عليها لو انت فاكر يعني. مش متذكر الويب سايت بالتحديد، بس يبعثوا لنا ايميل على info@arabnet.me. طيب الجمهور اللي حابب يبعت لنا على جروب البرنامج اي تي شو ضيف احمد يوسف اي استفسارات، انا هبعتها مباشره لعمر كريستيدس وفريق عمله، وهنضع عنوان الموقع الخاص بيهم اللي هو arabnet.me، على اساس ثمه منح للشباب اللي من خارج القاهره او الشباب الطلبه اللي حابين يحضروا، ان هم يستطيعوا ان هم يلتقوا بكبار صناع الانترنت في الوطن العربي. ده جميل جدا ان عمر وانت بتنورنا هنا في اول لقاء في اي تي شو. احنا سعيدين ان انت قصه نجاح في عالم صناعه الانترنت، وانك تجمع قيادي الانترنت في الوطن العربي وتكون موجود على ارض المحروسه. شكرا لك وشكرا لاستضافتنا بهالبرنامج، وان شاء الله هيدي بتكون اول مره بس مش اخر مره، وان شاء الله تكون معنا انت بمؤتمرنا ببيروت اللي هو اكبر مؤتمر لصناعه الويب بالعالم العربي. ان شاء الله بيجي عليه اكثر من 1000 شخص مشاركين معنا، وبنعرض نحن افكار من كل البلدان العربيه. هنكون متواصلين معاك، وبنحيي كل اهالينا وكل محبي التكنولوجيا في بيروت وفي كل الوطن العربي. احد التعاونات هنتعاون ان شاء الله مع عرب نت لعمل اضاءه اكبر على اهل التكنولوجيا والعلم في بيروت وفي العواصم العربيه. نورتنا. شكرا. مشاهدينا مستمرين في التواصل.